في عوالم الأساطير القديمة بتتشابك مصاير الآلهة مع البشر، ومن قلب الأساطير الرومانية يتألق كيوبيد كإله الحب والرغبة عند الرومان زمان. كيوبيد وسايكي في حواديت الحب، أهلا بيكم. كيوبيد اللي بيتصور على شكل طفل صغير بأجنحة ناعمة شايل قوس ذهبي وسهام سحرية. السهم الذهبي يولع شارة الحب فوراً، والسهم الرصاصي يطفي أي مشاعر وممكن كمان يزرع كره ونفور. ومع إن شكله يبان بريء إلا إنه مشهور بمزاجه المرح والمشاغب. كان بيطلق سهامه على البشر والآلهة عشان يثير الحب بينهم، ويرمي السهام في قلوب الشباب والبنات فيقعوا في الحب الشديد، أوقات لغرض نبيل وأوقات تانية بس عشان يتسلى، زي ما عمل في الإله أبولو اللي كان راجع منتصر من الحرب وشاف كيوبيد فاتريق عليه وقال له: ما لك وللسهام يا صغير، اترك القوس لي، فأنا من يهزم الوحوش وليس طفلا صغيرا مثلك. حس كيوبيد بالإهانة وقرر يوري أبولو قوة سهامه، فطلع سهم ذهبي وأطلقه على قلب أبولو، فوقع لشوشته في حب الحرية دفني اللي أطلق عليها كيوبيد سهمه الرصاصي. فرفضت حب أبولو ونفرت منه. حبها أبولو بجنون ومعرفش يوصل لقلبها بسبب السهم الرصاصي، فطلب مساعدة الآلهة فحولوها لشجرة غار، وفضل يحبها للأبد، وخلى شجرة الغار رمز ليه والمجده وانتصاره. كيوبيد مش بس مشاغب، كيوبيد هو رسول الغرام في الأساطير الرومانية، وهو ابن الآلهة أفروديت أو فينوس إلهة الحب والجمال عند الرومان. أنجبته من مارس إله الحرب والزراعة. بتحكي الأسطورة عن ملك عنده 3 بنات أمارات، أحلاهم أصغرهم اسمها سايكي، جمالها يفوق الوصف، واتميزت بعينيها اللي فتنت كل اللي شافوها، لدرجة إنهم قالوا إنها شبه الآلهة بس من البشر. وانتشرت سيرة جمالها اللي مفيش زيه في كل أنحاء البلاد، وراح القصر رجالة من كل مكان عشان يشوفوها، ومن كتر جمالها عبدوها، وبقوا يقولوا كمان إن أفروديت نفسها ما تنافسهاش في الجمال، وسابوا معابد أفروديت وأهملوا عبادتها. أفروديت المعروفة بغيرتها الشديدة غارت من جمال سايكي وغضبت جدا إزاي بشرية تسلبها مكانتها، وقررت الانتقام. فراحت لابنها كيوبيد وزرعت في قلبه العداوة ناحية سايكي، وإن بسببها الناس بعدت عن عبادتها. يرضيك يا ابني نكون أنا وإنت من الآلهة الأولمب وما يكونش لينا عباد مخلصين؟ طب يرضيك الآلهة تتغمز عليا ويقولوا أفروديت اللي هزت كبريائها بشرية؟ روح انتقمني منها وارميها بسهمي وقعها في حب وحش، حب أقبح وأدنى الكائنات. وفعلا راح كيوبيد وقلبه مليان بالغضب من سايكي، راح ينتقم لأمه. دخل في الليل وهي نايمة، وفي نفس اللحظة دخل شعاع من ضوء القمر على شعرها خلى جمالها زاد. ووقتها ديانا إلهة القمر بعتت رسالة لكيوبيد تقول له: مكانك يا كيوبيد، عمل لك إيه الجمال ده عشان تنتقم منه؟ افتح لها قلبك يا كيوبيد، مش هتلاقي في رباط الأولمب اللي تخلص لك في الحب زي ما هتعمل البنت دي. رسالة ديانا أثرت في كيوبيد فتراجع عن الانتقام، وهو بيرجع سهمه لمكانه جرح نفسه واتصاب بالسهم الذهبي فوقع في عشقها. صحيح هي ما اتصابتش بالسهم، بس ما سلمتش من غضب أفروديت اللي تمثل إن مفيش ولا واحد اتقدم يخطبها، عكس اخواتها اللي كانوا أقل جمال منها. لجأ أبوها للكهنة والعرافين، وكلهم أكدوا إن قدرها ما تتجوزش بشري، وإنها هتتجوز مخلوق مجنح. وقالوا له: لبسها فستان فرح وسيبها فوق الجبل وعريسها هيجي ياخدها. وفعلا سابوها على الجبل، وجه إله الرياح أخدها لوادي جميل مليان ورود وأشجار. خوفها راح من حلاوة المكان وجماله، ولقت نفسها قدام قصر جميل. دخلت القصر اللي ما كانش فيه فخامته، وسمعت صوت بيقول لها: احنا في خدمتك أيتها الملكة، هنطيع أوامرك والعشاء في انتظارك. أكلت على صوت الأنغام ودخلت تنام. وفي ظلام الليل دخل جوزها اللي عاملها برقة وطيبة، واتفق معاها إنه دايما هيزورها بالليل، وإنها ما تحاولش في يوم
تشوف ملامح وشه، وإلا هيسيبها ويهجرها. حبته من غير ما تشوفه، وبعد فترة اشتاقت لأهلها فطلبت منه إخواتها يزوروها. وافق وهو مش مبسوط. وافق عشان بيحبها وشايفها متضايقة. جم إخواتها وانبهروا بالقصر وسألوها عن جوزها، فحكت لهم عن رقته وحبه ليها وإنها ما شافتش ملامح وشه أبداً. استغربوا وقالوا لها ده أكيد وحش، وإنه هياكلها في يوم ولازم تجيب سكينة وتقتله قبل ما ياكلها. خافت، وبالليل أخدت شمعة ودخلت وشافته ولقيته الجميل كيوبيد، ومن ارتباكها من جماله وقعت نقطة من الشمعة اللي في إيدها على كتفه، فقام من النوم واتفاجئ إنها كسرت الاتفاق اللي بينهم، فساب القصر واختفى وهجرها. راحت تدور سايكي على حبيبها وجوزها في كل مكان، لدرجة إنها طلبت المساعدة من أمه أفروديت اللي حطتها في متاعب كتيرة ومهمات مستحيلة، ومنهم إنها بعتتها للعالم السفلي تجيب لها قارورة، وفهمتها إن القارورة دي فيها اللي هيرجع لأفروديت جمالها وشبابها، وأمرتها ما تفتحهاش تحت أي ظرف. ورغم صعوبة المهمة وحالة سايكي الميؤوس منها، لكنها كانت مصممة تستعيد حبها كيوبيد، فقبلت وبدأت المهمة ونجحت فيها رغم كل الصعوبات. بس فضولها خلاها تفتح القارورة اللي ما كانش فيها جمال ولا حاجة، وطلع منها عطر دخلها في نوم عميق مظلم. عرف كيوبيد اللي حصل لحبيبته فطار ليها وأنقذها بقبلة وعناق، فزالت اللعنة وأخدها لجوبيتر ملك الآلهة وطلب منه يخلي سايكي من الآلهة. وافق جوبيتر اللي اتأثر بشجاعتها وإخلاصها وحبها لكيوبيد، وأمر أفروديت تبطل تزعج الزوجين. الأسطورة هدفها إن الحب الحقيقي يستحق ينكافح عشانه، الحب الحقيقي يستاهل التضحية والصبر، وإن الحب بيغفر، وإن اللي يحب ما بيستحملش في حبيبه وجع، وإن قوة الحب تقدر تتغلب على مصاعب القدر. قولولي، كنتوا تعرفوا كل ده عن كيوبيد؟